السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل معاكم الكبدة بالصوص الأحمر زي ما انتوا شايفين، حاجة كده في منتهى الجمال وحاجة طبعا صحية ونظيفة في البيت. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تنزلي تحطي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. هبدأ بالفيديو على طول. هنقطع كده بصلاية كبيرة قطع طبعا على ايدك على الكبة زي ما تحبي. والكبدة لو فيها حتة من القلب هتقطعيها مع البصل وانتي بتشوحيه، لان طبعا القلب بياخد فترة كبيرة. طبعا انا طلعت كده الكبدة من التلاجة وقطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين كده. عايزة تصغري الحجم براحتك، عايزة تسيبيه زي ما انا سايباه كده هيبقى حلو جدا. هتنزلي طبعا على البصل بدون اي اضافات يا جماعة، وهتقلبي كده على طول لان احنا عايزين طعم الكبدة، لان دي كبدة بلدي من عند الجزار، يعني 100% بلدي. طعمها مش وحش، ولازم لما تجيبي الكبدة تكون طازة. هتفضلي طبعا تقلبي كده لحد ما تتدبل وتوصل للمرحلة دي. طبعا طعمها بالبصل في منتهى الجمال، دي غير الكبدة اللي انت بتشتريها من عند المحلات. هتقطعي طماطميتين كده وهتقلبيهم في البصلة. ما تحطيش طبعا مية، هتسيبهم كده الطماطم بتنزل المية بتاعتها مع البصل مع الكبدة، حاجة في منتهى الجمال. في المرحلة دي بقى هتحطي تكون قطع فلفل حامي على بارد، قطعة برضو صغيرة. وهتنزلي طبعا احنا هنا خلاص هنطفي ونحط طبعا الكمون والفلفل الاسود وشوية كزبرة، وما تكتريش عشان ريحة الكبدة تكون فيها. طبعا انا حاطة الملح وانا قبل ما احط الطماطم، لان هي كانت استوت معايا، ما بتاخدش فترة كبيرة يا جماعة. بتغرفي عايزة تعمليها سندوتشات، عايزة تاكليها كده معاها رز. طبعا انا ما عملتش رز لان كان عندي طبق محشي فايض من قبلها، فعشان كده ما عملتش رز. حمرت طبعا شوية بطاطس والمخلل بتاعنا الجميل، وهتاكلي طبعا احلى كبدة ممكن تاكلها في حياتك. مش بتحرق القلب، هي مفيهاش توم ولا فيها ليمون ولا فيها اي حاجة تحرق القلب كده، خفيفة جدا على المعدة. وكده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة.